ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني والله العظيم جدا قوي قوي قوي. يعني ما اقولكمش والله انتوا وحشتوني قد ايه. معلش عشان الايام اللي فاتت دي كنت ملخومه في الدروس بتاعت العيال، فما عرفتش والله اطلع اعمل لكم فيديو. فيعني استغليت اول فرصه كده بقيت فاضيه، ف يعني قلت بقى ايه اعمل لكم. بصي هي حاجه يعني حاجه مش جديده. يعني انا بص انا معايا قلت ايه، كنت ماشيه كده لقيت بتنجان اللي هو العريس الحلو الصغير ده، فانا بحبه قوي مخلل بصراحه. يعني قلت ايه اجيبه اسلقه يعني واعمله مخلل. فانا بص انا على العموم ايه سلقته. بصوا سلقته اهو، هوريكم دلوقتي. بص انا سلقاه انا بصوا سلقاه اهو زي ما انتوا شايفين معايا اهو. بصوا سلقته. يعني ايه، جيت انا بشيل البتاع بتاعته اللي هي من فوق دي، واروح جايه فاتحاه من النص كده غرزاه يعني بالسكينه، واحطه في الميه السخنه. بس ما تخلوش يتهرى، يعني ايه، يعني تحس اللي هو ايه طري شويه كده معاكي عشان ايه ما يتهراش. وطبعا جايبه البرطمان اهوت. هحط انا بقى ايه الملح، هحط ملح كده. استنوا بقى ايه معلقه كبيره. بصوا اهو هاخد الملح اهو، واقلب ايه يعني ايه ما يبقاش حادق قوي، ما يبقاش ايه حادق قوي. خد حبه كمان ملح تاني اهو. انا عماله بقلب فيه اهو ماشي. اهو هشوف كده ايه الملح. الملح كويس. بص انا هحط ايه كمان، خل، حبه خل كده، عشان الخل ايه بيحفظه. الخل بيحفظ المخلل اهو. بص حطوا لايك واشتركوا في القناه. بص اهو هشوف بقى ايه، هتشوفوا بقى معايا دلوقتي وانا بقى ايه بعمله. بص ديت طبعا توم وفلفل احمر. عايزه ايه؟ فلفل احمر ودقه معاه توم، عشان ايه بيبقى حلو في الحشو ده. خدي يعني ماشي. بص اهو هجيب كده البتنجان اهي، وهحط كده ايه الحشو اهو. بيبقى حلو قوي جنب انا بحب البتنجان المخلل قوي جنب الاكل. بص اهو، واروح حاطاه مسقطاه في الميه اللي انا لسه ايه عاملاها، وتحط له خل يعني عشان الخل ايه بيحفظ المخلل اهو. بص بيحفظ البتنجان اهو. بصوا زي ما انتم شايفين اهو معايا اهو. فلفل بقى حامي كده، فلفل حامي، واللي هو مش الاخضر، يكون القرون الحمراء، الفلفل الاحمر بيبقى حلو قوي في الحشو. بس مخلي ايديا بصراحه، انا ايدي بتوجعني قوي من الحامي، الفلفل بصراحه الحامي بالذات. سيبيه بقى 3 4 ايام كده لحد ايه ما يحلو كده ويبقى طعمه ايه حلو. تطلعي بقى تاكلي منه ايه بالهنا والشفا، بيبقى جميل، بيبقى حلو ايه جنب الاكل بصراحه. والله يا جماعه انا ما اقولكوش والله العظيم انتوا يعني وحشني قد ايه والله العظيم. يعني مهما اتكلم مش هقدر اطلع اللي جوايا، والله وحشني قوي. بس انا زي ما قلت لكم ما كنتش عارفه، يعني ما كنتش عارفه اطلع اعمل اي حاجه معاكم بسبب ان انا ملخومه جدا يعني من الدروس. انا لما بتيجي الدروس بتاعت المدارس دي ببقى مش عارفه راسي من رجليا بصراحه ايه من ناحيه الدروس، لان انا يعني ايه بوديهم واستناهم لما اجيبهم، عشان المكان بعيد وبخاف عليهم بصراحه. فانا اول ما استغليت بقى الفرصه النهارده قلت اطلع ايه اعمل معاكم المخلل دوت. هو حاجه بسيطه يعني، بس كفايه اللي انا بطلع
بحب التعليقات بتاعتكم، الكومنتات بتاعتكم بصراحه هي اللي وحشاني قوي بصراحه. يعني ما اقدرش اقعد كده ايه من غير ما اسمع الكلام الجميل بتاعكم والله بصراحه. يعني ربنا اللي يعلم يعني ايه اللي جوايا، وانا بقى ايه بقول لكم الكلام ده. وانا يعني من غير اي حاجه والله العظيم بحبكم جدا، وبدعي لكم من قلبي ربنا كده يكرمكم يا رب، ويوفقكم في كل حاجه انتوا ايه بتحبوها وعايزينها ان شاء الله. بصوا انا خلاص كده اهو. بص الفلفل بقى ما اقولكمش حامي قد ايه. الفلفل الاحمر ده حامي مولع، حاسه اللي لهلب لي صوابعي، خلى صوابعي بص مش قادره. خبر ابيض اهو زي ما انتوا شايفين بقى كده. انا قربت اخلصهم. اهو زي ما انتوا شايفين كده معايا. طبعا ده حاجه بسيطه طبعا. المخللات دي مش محتاجه ايه الواحد يقولها، لان كل الستات المصريه بتعرف تعمل انواع المخللات كلها، انواع المخللات كلها يعني، واشطر مني يعني، واحسن مني كمان. فيعني ايه دي حاجه بسيطه يعني، انا طالعه ايه بعملها معاكم. بس يا هنا عشان تلعبيش في حاجه يعني. هنا دي اللي انا ايه مش عارفه اطلع منها اعمل منها فيديوهات بصراحه. بوديها واجيبها الدرس عشان بخاف عليها، المكان بعيد وبخاف عليها، فهي اللي ايه هي السبب اللي انا مقصره معاكم. لا مش خدي. تحبي تلعبي يا هنا ليه يا هنا بتحبي تلعبي ليه في الحاجه كده؟ ها بقيتي بارده قوي هنا، وبقيتي مشاغبه بصراحه انت. بصراحه بتجنني، بتخلي صوتي كده في البيت معاها وعايزه تلعب ما بتذاكرش حلو. فانا عايزاها ايه تتشطر كده وتبقى كويسه عشان احبها، عشان اللي هي عايزاه ونفسها فيه اجيبه لها. صح يا جماعه؟ انا عايزاها تبقى كويسه عشان ايه تعبي اللي انا ايه بتعبه معاها الاقيه. من النص يا هنا. بس يا هنا ما تعمليش عشان لا الفلفل حامي، الفلفل حامي. هاتي الفلفل حامي هيولع ايدك. ده مخلي ايدي انا مش قادره اعمل منها حاجه. خلى صوابعي ايه. بس احنا بنحبه وانت عارفين يعني. انا يعني اي اكله بعملها لازم جنبها كده مخلل. بصراحه بيبقى حلو مع الاكل، تخليكي تعرفي تاكلي. بصوا انا عايزه ايه بعد البتنجان ده اعمل لي احلى كوبايه شاي بنعناع، عشان انتوا عرفتوني اللي انا بحب الشاي بالنعناع. انتوا عارفين ان انا بحب الشاي بالنعناع صح ولا لا؟ احطه ازاي؟ حطيه ارميه كده، ارميه عادي. انتوا عارفين ان انا بحب الشاي بالنعناع. بص انا ما اعرفش اشرب الشاي من غير نعناع. مره شربته من غير نعناع كده ما لقيتش نعناع، قعدت ادور على نعناع ما لقيتش، شربته كده حاسه ان انا مش جاي معايا سكه خالص، رحت جايه ايه سايباه. كني بعمل محشي. فدلوقتي انا بقيت ايه الف لحد ما الاقي النعناع. يعني انا بقيت ايه حاسه ان انا بقيت مدمنه نعناع، شاي بالنعناع يا جماعه والله. كني بعمل محشي كده. ماشي هاتي. افتحه كده ونص اهو. خلاص احنا خلصنا، وفات كمان حبه دقه بس بس مش هنرموهم يعني، هنحطهم عليهم من فوق. ماشي حطي انت. روحي بقى اغسلي ايدك كده كويس
علشان الحامي ده احسن تحطي ايدك في عينيك تبقى واقعه. هاتي بقى يلا خلاص يا هنا، اوعي بقى يلا. يلا بصوا هو اللي فاضوا، الحبه اللي فاضوا حطيناهم ايه اهو، الحبه اللي فاضوا حطيناهم كلهم عليهم اهو. خلاص اوعي كده، اوعي اهو. بصوا بقى هنقفل عليه، هنقفل عليه كويس اهو. سيبهم بقى 3-4 ايام لحد ما يستوي وياخد ويدي مع بعضيه كده اهو. واحنا حطينا الملح وحطينا الخل وظبطنا الدنيا ماشي، والحمد لله رب العالمين. هكون امور. اشوفكم بقى في حاجه كويسه ان شاء الله، واستنوني وباي باي. باي.